اهلا يا علي. تعالى يا حبيبي، ده انا عامله الاكل اللي انت بتحبه. لا ما تعبيش نفسك ياما، متجمعين عند النبي. كويس ان انت هنا عرب. كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم انا وانت لوحدنا. اتكلم يا علي، مفيش حد غريب. بقول لك انا وانت لوحدنا. وانا بقول لك مفيش حد غريب، دول اخواتي وحبايبي وبقالي منك. فلو انت مزنوق في كلمتين ومعشورين في حنكك فاتفضل يلا ترش وشوف انت عايز تقول ايه. طيب حس كده بقى، انا بعت نصيبي في البيت. يا خرابي، بعته لمين؟ لرباح ابو الدهب. انت عبيط يالا ولا بتستقبل ولا دماغك دي فيها ايه؟ انت زعلان ليه؟ انا عملت باصلي وجيت لحد عندك وقلت لك تبيع برضاك، لكن انت بقى الجلاله خدتك وقعدت تقولي في حكم ومواعظ، وانا عايز اتجوز وجالي واحد جاهز بفلوسه، ابيع له نصيبي في البيت ولا افضل قاعد متلقح جنبكم؟ يعني ايه نصيبك؟ انت عايز تجيب لنا الراجل ده يقعد في قلب البيت معانا؟ والله بقى ما اعرفش هو هيمشيها ازاي، بس لو عايزين تبيعوا نصيبكم في البيت هو جاهز. انت اتجننت يا علي، اتجننت. ابعد، محدش يقرب، ابعد. انت بايعنا للاغراب للدرجه دي؟ عايز نبيع البيت اللي اتربيت فيه من وانا عيل صغير واخر حاجه من ريحه ابويا لخصمي وعدوي؟ عدوك انت مش عدو انا، ولا انت عايز الكون كله يمشي على دماغ معاليك وكلنا ننطاطي ونقول تحت امرك يا استاذ عرب؟ مش هيحصل يا عرب، مش هيحصل. رباح ده انا بشتغل معاه وبسترزق منه وماليش علاقه بعداوتكم. طب واحد الواحد يا علي، انا كل ده كنت صابر عليك وبقول بكره ينصلح حاله، بكره هينظبط، لكن مفيش فايده. اللي فيك. اقول لك على حاجه، مش انت بعت البيت؟ مش بعته؟ يبقى مالكش حاجه على الارض دي ومالكش وقوف عليها، واطلع بره وما اشوفش وشك انا تاني. انت بتقول ايه يا عرب؟ بس ياما ابنك مش باقي علينا خلاص. سمعت انا قلت ايه؟ ما اشوفش وشك هنا تاني. ولا اقول لك خليك، مش انت بعت وغرقتنا؟ سيبنا انا بقى انشف اللي انت بليته. يا خرابي، الحقوه لا يعمل مصيبه. يا خرابي، ليه يا ابني؟ ليه؟ ايه ده عرب؟ بس خد واحد الله. يا رباح اوعى يلا. ايه يا عم؟ شفت منك بكاسه تكفيني العمر كله، لكن عمري ما كان يخطر على بالي ان انت تستغل رقدتي وحجه اخويا وتشتري نصيبه في البيت اللي انا اتربيت فيه من وانا عيل صغير، وبتشتري نصيبه من ورانا. نزل ايدك توحشك، ده جزات يا عرب، جزات ان انا حاولت اخوك وقويته بعد ما طردتوه، بعد ما كان مش لاقي مكان وجعان ومش عارف يتجوز. دي جزاتي تعمل معايا انا كده؟ يعمل معايا كده يا حرب؟ شلت من عليك يا جدع. وانا هحط عليك وعلى اللي جابك، ونصيب اخويا هيرجع. ومين بقى اللي هيرجعه؟ انا. الفلوس اللي انت دفعتها هترجع لك والضعف. من غير يمين. لو دفعت 3 أضعاف مش هبيع، وقدام الحاره كلها وقدامكم انتوا الاتنين. البيت عجبني يا جدع، بحري هوا يرد الروح قدام الحاره كلها. هزيدك بالشعر بيت وهشتري نصيبك ب5 ضعف. يا ابني اخوك هو اللي عرض علينا البيع، احنا ما غصبناش عليه. ولو عايز تلوم حد لوم اخوك، ولولا ان انا مش عايز اقل اصل معاك كنت سلمتك للحكومه. كمان ابو الدهب ابنك بيغلط نفس الغلطه، بيكرر اللي عمله مع محسن صاحبي مع اخويا شقيقي. بس وعهد الله ما هيحصل يا رباح. ونعم بالله، هو محسن ما باعش بس اخوك باع. وانت اللي كنت بتقول طول الوقت انا اللي مني ما يباعش. كله بالفلوس. ايه قولك بقى؟ قول ان انا هدغدغ المحل عليك انت واللي جابك. ياخدني اخوانا، ياخدني اخوانا. يا عرب ابعد يا عرب. ما توري كده، وري. ما تقطع يا عرب، ما يستاهلش تروح فيه في اي حاجه. ده لو كررتها تاني يا عرب هحبسك يا حاره، هحبسه. اوعى، بيت ابويا قدام عمر ابنك. وانا اشتريت
ما يصحش عرب يعمل حساب ليا انا زي ابوك. ما تخافش ارجعهولك. حلال عليك البيت بس على الورق بس. ورينا هتنفذ ازاي. البيت ده هتخشه على جتتي، ولا هتسجل ولا هتعرف تسجل. وحساب اللي انت عملته مع محسن انا مش ناسيه، هيرجع. عرب بتاع زمان رجع عرباه. عرب اللي طير لك عينك وانت صغير، فاكره؟ اللي طير عين ابنك، اللي خلى ابنك اعور طول عمره. عامل لك ايه تاني؟ ما انا لو خدت دي هخليك ضباش، هتبقى اكس يعني. عقل ابنك، فهمه ان هو لو خطى مع عرب السويركي خطوه شر ورب النار لا جيب اجله هو واللي جابه، اللي هو انت يعني. ماشي يا اخويا، تشكر تشكر يا متربي، تشكر.